فاكرة يوم فرحي؟ كل بنت بتحلم بيه، بفستانها الأبيض، بفارس أحلامها، ببيت يلمها هي وجوزها. أنا؟ أنا يوم فرحي كان بداية كابوس، بداية طريق طويل، نهايته لسه مش باينة. كنت فاكرة إني رايحة أعيش أكون أسرة، ما كنتش أعرف إني رايحة أكون خدامة، وكمان ماليش تمن. اتربيت على إن البنت مصونة ومكرمة. لما جالي عريس أحمد، ابن حلال ومحترم، فرحت فرحة عمري. كانت حياتنا بسيطة وجميلة. أهل أحمد كانوا ناس طيبين، وعلى راسهم حماتي ست الكل أم أحمد. كانت بتيجي بيتنا، كلامها زي العسل، وتقولي يا صابرين يا بنتي، انتي وأحمد تعيشوا فوق في شقتكو، منزلش أشوفكو إلا بالعافية. كلامها ده كان بلسم على قلبي، خصوصا إننا كنا هنتجوز في بيت عيلة، فكنت مطمنة إن في خصوصية واحترام. اتفقنا على كل حاجة، على العزلة، وهم وافقوا، وما كانش فيه أي اعتراض. المهم جه يوم كتب الكتاب والجو اتغير. حماتي اللي كانت ملاك قلبت 180 درجة. كلامها بقى كله تلميحات وغضب. فجأة وبدون مقدمات بدأت تعمل مشاكل على العزال. ما جابوش تلاجتين، الطبق بتاع الدش مش راكب. فضلت تعيط للناس في الفرح، تقول لهم إننا مقصرين، وإنهم ما جابوش راجل يركب البوتاجاز. يا جماعة، إحنا كنا جايبين حاجات زيادة عن العادي. يوم فرحي اللي المفروض يكون أسعد يوم في حياتي اتحول ليوم نكد وغضب بسبب كلام الناس وعياطها اللي ملوش لازمة. تفتكروا المشاكل دي هتخلص هنا؟ ولا دي كانت مجرد البداية؟ استنوا الصدمة الحقيقية في الجزء الجاي.